السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير وعلى خير، احوالكم واموركم يا رب مزيانه. اليوم غادي نتقاسم معكم واحد الفيديو جديد، غنتقاسم معكم شنو هو فيتامين سي ولاش كيصلح وامتى كنديرو. فيتامين سي كما كنعرفوا هو مضاد الاكسده، وفيتامين سي كيعطي لنا واحد الاشراقه والنضاره للبشره ديالنا، كيحمي البشره من الأضرار اللي كتسببها لنا أشعة الشمس اللي هي التصبغات والتجاعيد. وكما كنعرفوا فيتامين سي كيرطب لنا البشرة للعمق، يعني الترطب ديالو قوي جدا، وكذلك كيعزز لنا الكولاجين في البشرة. والكولاجين كنعرفوه حاجة اللي هي مهمة جدا في البشرة ديالنا. ملي كيبدا ينقص الكولاجين في البشرة كيبداو يبانوا لنا التجاعيد وكذلك الترهلات في الوجه ديالنا. وكما كنعرفوا فيتامين سي جد جد مهم البنات، مهم في البشره ديالنا، وكما هو راه حساس للضوء دغيا كيتاكسد. خاص نختاروا واحد السيروم اللي كيكونوا فيه معايير ديال الجوده. وفوقاش وامتى كنستعملوا هذا فيتامين سي؟ اول حاجه خصنا نبداو نستعملوه ابتداء من سن 30 سنه، يعني ضروري ملي كيوصل لواحد 30 سنه كيبدا هذا الفيتامين سي. كما قلت لكم راه الكولاجين ملي كيمشي من البشره ديالنا كيبداو يبانوا التجاعيد والترهلات. الا كانت اول مره غتستعملي فيتامين سي ضروري انه خصك تبداي بواحد التركيز اللي هو خفيف من 5%، ومن بعد نقدروا اننا نطلعوا لا دوز نديروا 10% 15% وحنا غاديين. ولا كانت البشره ديالك حساسه ضروري انك ديري واحد التيست في وجهك، عاد انك يمكن ديري الوجه ديالك كامل. وبالنسبه لطريقه الاستعمال يعني يمكن انه تستعمليه في الصباح من بعد ما كتغسلي وجهك، ولكن ضروري انك الا درتيه في الصباح ديري واقي الشمس ديالك النهار كامل، ويمكن لك انه ديري في الليل عفوا. وبالنسبه للنتيجه ديال الفيتامين سي ما كتبان لينا حتى على 20 يوم شهر عاد كيبان لينا في لابو ديالنا ديك الاشراقه والنضاره، ولكن ضروري من المداوم. والحاجه اللي بغيت نقول لكم راه كاينين شي ناس كيقولك انا ما غنديرش وجهي ما غنديرش الوجه لا نخاف نادي. راه الوجه ديالنا راه طبقات، راه مثلا كنوصلوا ل 30 سنه، من 25 سنه الفوق خصنا البشره تغذى ونتهلاو فيها.